عاملين ايه؟ حلوين يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قد الدنيا كلها. في اول الفيديو كده نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونوحد الله لا اله الا الله، وندعي لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم يا رب ويقويهم ويثبتهم ويرحم شهدائهم يا رب اللهم امين. صحيت الساعه 10 كده، فطرت، عملت القهوه واخدتها كده وطلعنا ورانا كام مشوار كده مهم نازلين نعملهم. لسه سايبه البيت زي ما هو، ما عملش اي حاجه وما جهزتش اي حاجه. يلا بينا كده نشوف يومنا فيه ايه وهنعمل ايه مع بعض. خلص المشاوير اللي بره الاول وبعدين نروح على البيت ان شاء الله نكمل بقيه اليوم بتاعنا. ما تنسوش يا حلوين في اول الفيديو كده تعملوا لايك جامد للفيديو ده، واللي بيتفرج علينا لاول مره مش عامل اشتراك ما ينساش يعمل اشتراك للقناه ويفعل زرار الجرس. ويلا بينا. كده يا اخواتي خلاص بعد العرق والشقاء ده نكون خلاص استنى الجنينه. ايه العرق ده؟ والله بصوا جبت جاز. بس بقاله ده في حد ذاته شيء جميل. ليه؟ لان انا كده بعمل تمارين رياضيه. انا يا جماعه بحس بالسعاده لما ببذل عرق، بحس بالسعاده. والله انت خسيت انتوا مش عارفين. انت خسيت في الساعه دي. استنى ما ده اوريك. ده, 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 ده سعاده يا اخوانا. خلى النجيله على الاصفر دي بقى ازاي. البتاع اللي ايه اللي بتعبي فيها النجيل. الشنطه دي، الشنطه رقم كام يا حوده؟ ان شاء الله باذن الله قريبا هجيب المكنه بقى بتاعت الحد. كنت بادئه معاكم الفيديو ده والنهار طالع واحنا لسه بدري، وكانت الساعه لسه 10 كانت. تقريبا. كانت عارفين هو كانت في اتأخرنا الماضي. بره يا جدعان على ما جينا بقى وخلصنا حوار المشتريات بتاع النهارده، هو ده السبب يعني في تاخيرنا. احنا راجعين البيت الساعه 8 وكنا واقعين من الجوع حرفيا، لا اكلنا ولا شربنا حاجه واحنا بره، ما اعرفش كانت ازاي. الدنيا بصوا يعني عايز اقول لكم النهارده كان يوم لف بهدله. انا عايز اقول لكم احنا تقريبا علشان خاطر نشتري المكانتين دول، يعني اقول لكم ان احنا لفينا السوق والسوق اللي جنب السوق وبلد السوق اللي جنب البلد اللي جنب السوق اتسحلنا حرفيا. اتاكد ان انا جبت احسن حاجه. لا عرفنا نصور، دي حاجه. الحاجه التانية ولا عرفنا لا ناكل ولا نشرب. جيت بقى طلعت فراخ كانت عندي متبله في الفريزر، فكيتها في الميكرويف على السريع وعملت رز بس. تعالي بقى ايه نخش جوه، انا سامع صوت. بس انا لما اجيب بطاطا عشان بطاطا ما يهربش. بطاطس. محمود يا محمود تعالى بسرعه. انت بتعمل ايه جوه؟ بدور عليه مش لاقيه. عشبه، بطاطس العشبه. بيحب العشب قوي يا جماعه. بصوا دي المكنه اللي احنا جبناها اللي هي بتاعه النجيله، عشان انا ما وريتهاش ليكوا كويس. قلنا بقى مبروك. قلنا لازم يبقى عندنا واحده كده في البيت طالما بنستخدمها وكده، بحيث ان احنا ما نحتاجش من بره حاجه يعني. والحاجه لما بتبقى في البيت بتبقى احسن طبعا وافيد مليون مره. الحمد لله جبنا دي. يا حرامي يا بطاطس. احنا ناس بنحب نعمل اكتفاء ذاتي على حالنا. هو مفيش احلى من الاكتفاء الذاتي اصلا والله. يلا بينا نخش بقى ايه جوه. يلا كل واحد بياخد اشياء. دي برضو المكنه اللي هي بتاعه الرش بتاعه المبيدات، برضو لسه شاريينها جديده. احنا ليها يا جدعان. حوده حطها الشحن. اقوى مكنه في السوق، علشان خاطر انا بحب موضوع الرش ده بصراحه. انا ما بحبش الجنينه يبقى فيها حشرات، وما بحبش النجيله يبقى شكلها وحش، فانا دايما ايدي فيها بحب ان انا دايما ارش. دي يعني مهمه جدا بالنسبه لي. دي عماله تصوصو ليه؟ دي الكاميرا اتملت الذاكره بتاعتها. هي بتعوز كل فتره ان هي تتفرمط كده، لذلك هي بتعمل ايه؟ تيو تيو تيو. عملت كوبايتين شاي اخضر كده عشان نهضم اللي احنا اكلناه، وحوده لسه مستمر في الشغل. انا دلوقتي يا جدعان بساوي الاطراف بتاعتي لان طولت قوي ومحتاجه ان هي تتساوي. كمان لما تتساوي ان هي ايه التغذيه بتاعتها تكون احسن، فيبقى شكلها احسن. وريني المقص اللي في ايدك كده. ده المقص بقى اللي انا جبته المأموريه دي يعني. بحاول على قد ما اقدر ان انا اخليهم كلهم ايه. لو برضو في حاجه قابلتني مثلا زرعه ميته، ببتدي ان انا برضو اقصها. شايفين انتوا الزرع الميت ده اهو، ده كده خلاص ده ناشف خالص اهو، زي ما انتوا شايفين كده اهو. شوف الجدر الناشف ده كده اشيله اهو بحيث ان ده يطلع تاني ويطلع بشكله حلو. اقفل معاكم لحد هنا كده، وان شاء الله نكمل الفيديو ده بكره الصبح باذن الله. الواحد كده يكون بنشاطه وبحماسه، لان كان في حاجات كتير انا كنت عايزه اعملها النهارده معاكم ما لحقتش الصراحه، عشان طبعا اتاخرنا بره زي ما قلت لكم كده. فالواحد فرهد. اقعد اساعد حوده برده شويه، اشرب الشاي الاخضر وشويه كده. حاسه ان انا عايزه انام بدري اصلا عشان اصحى بدري بكره ان شاء الله. نشوف يومنا فيه ايه ونكمله مع بعض. تصبحوا على خير. الحمد لله امبارح قبل ما انام روقت المطبخ والبوتاجاز وغسلت كل الاطباق والكوبايات، ما خليتش اي حاجه في المطبخ بحيث ان انا اقوم رايقه كده. الحمد لله فطرت. اشرب القهوه بقى بتاعتي كده، اصبها، اقعد بس 10 دقايق كده وانا بشرب القهوه افوق كده واستوعب اللي انا فيه، وبعدين اقوم اكمل شغل على طول لان ورايا حاجات كتير ولازم اخلصها النهارده.
شربت القهوه فوقت وصحصحت، يلا بينا نشوف اللي ورانا. عندي الازاز والسلك مطربين بشكل مش طبيعي، وكل مره اجلها اقول هنضفها النهارده بكره بعده، اخرج حاجه تلبخني مش عارف ايه، فقلت لا انا هبدا يومي كده النهارده انضفها واخلصها كده. كم الشبابيك والبيبان كتير جدا، فعلى ما اخلصها شايفين التراب قد ايه. هبل الفوطه كده بميه دافيه، هبلها كويس قوي، مش هحط عليها اي منظفات خالص، ميه بس. الفوط دي انا كنت شاركتها معاكم قبل كده اول ما نقلنا، بس على القناه الثانيه. شايفين كميه التراب قد ايه، مفيش تراب طلع على وشنا كده ولا على هدومنا ولا ضايقنا خالص، وده احلى ما في الفوطه دي الصراحه، ان هي بتلم التراب حلو قوي. شايفين السلك بقى بيلمع ازاي من مسحه واحده ومن غير مجهود ومن غير اي حاجه خالص، بقى زي الفل. بقى السلك كله كده علشان تبقى نظافه متكامله. اللي عنده الفوط ديت وبيستخدمها يقول لي حباه في الاستخدام ولا لا. انا بصراحه حبيتها قوي، خاصه الفوطه اللي هي بتاعه التراب دي والفوطه بتاعه الازاز زي الفل. هكمل باقي حلوين كده بقيه البيبان والشبابيك اللي فيها سلك كده، هعملها كلها بالفوطه. اعملها يا جماعه، مش اللي يعمل القهوه يغسل الحاجه بتاعتها بجد والله بجد. يعني انا طلبت منك تعمل لي قهوه تقول لي اغسل لي الكنكه؟ عادي، ما يفهمش يا حبيبتي، ما انا بساعدك وبعمل لك وانت بتساعديني. مفيش مشكله، انا بس حاسه ان انا لسه نايمه الصراحه والله. نضفت اللي نضفته وشربت اللي شربته، وحاسه ان انا لسه نايمه. خلصت السلك وما شطفتهاش ولا مره ولا غسلتها ولا مره. مجمعه التراب ازاي، تكنولوجيا حلوه برده وتطور حلو. معلش نبذه، ودي لي شويه ماشي، اعمل القهوه. نكمل بقى اللي كنا بنعمله. كنت بقول لكم ايه التطور حلو. الواحد لما كان بيجي ينظف البلكونه او ينظف الازاز والشبابيك والحاجات دي، كنتوا بتلاقوني في الفيديوهات وشي كله عباره عن تراب، والطرحه السوداء دي كلها تراب. بصوا انتوا متخيلين ان انا نظفت الشبابيك كلها وشلت كميه التراب دي ومفيش اصلا ولا ترابايه واحده بس على الطرحه. تكنولوجيا حلوه، اللي ما جربش الفوط ديت يجربها، لان بجد اختراع يا كوتش. اغسلها بقى بالميه كده الدافيه او ميه سخنه على قد ما تستحمله، ولو حسيت ان هي يعني مش نظيفه او ما نظفتش قوي جاي معاها صابونه بغسلها بيها، لكن ما نحطش عليها اي منظفات من عندنا من البيت، ممنوع منعا باتا. اغسلها بقى كده كويس واسيبها تنشف وما نطلعهاش في الشمس عشان الشمس بتبوظها. خلصنا السلك ندخل على الازاز. طبعا الازاز له فوطه بليتها برده بميه وبميه دافيه وعصرتها من غير اي حاجه. هنبدا نمسح كده ايه الازاز من فوق لتحت، امسحه كده من بره ومن جوه، واخلص برده كل الازاز بتاع البيت من تحت كده. انا ما عملتش بصراحه الدور اللي فوق، لسه هبقى اعمله، بس قلت اخلص جزء جزء كده بحيث ان انا انجز. يعني الحته اللي فوق دي مشكله مش طايله طول هيبه برده يا جماعه والله. دلوقتي اقعد اطلب من محمود يجيبها لي يقعد يساوم فيا، او اروح اجيب كرسي. شغلانه بقى شغلانه. مش عارفه انتوا شايفين النظافه اللي انا شايفاها دي ولا لا؟ يا فندم القهوه عندك بطيئه قوي. انت مش شايفني مش طايله الشباك تيجي تساعدني؟ طيب ساعدك ولا اعمل القهوه اهو لسه بقول لهم انا لو طلبت من محمود يجي يجيب لي الحته اللي فوق ديت هيساومني. مش بساومك، انا بعمل هنا حاجه، اللي بيعمل هنا حاجه يعملها واللي بيعمل هناك حاجه بيشغل دماغه. الازاز بيلمع صح؟ ازاز وسلك. لا واللي بره بقى مرايه. هكمل انا بقى يا جماعه بقيه الازاز واخلصه واشوف كده انا هعمل ايه. حد عمل القهوه الحمد لله، وانا خلصت كل الشبابيك والبيبان اللي تحت في الدور اللي تحت. اقعد بقى ارتاح كده واشرب القهوه واستجم لي بتاع ربع ساعه كده، تلت ساعه مثلا او 10 دقائق على حسب يعني. استمتع بالقهوه. بصراحه محتاره اعمل ايه للغدا. ممكن اقضي النهارده من غير غدا. ما نعملش غدا النهارده يا محمود؟ ما نعملش غدا النهارده، يعني نقضيها صيام بقى النهارده. الموضوع ده حساس وانا ما بحبش اتكلم. جماعه بجد انا الحيره كل يوم اللي هو اطبخ ايه وما اطبخش ايه، دي حاجه بتاخد من وقت طويل جدا. فانتوا اكتبوا لي في الكومنتات انتوا طبختوا ايه للغدا النهارده عشان اخد من الافكار بتاعتكم واطبخها بكره باذن الله. ارتب بقى الريسبشن. انا كنت كانسه ومسحه، بس طبعا بقى قعدنا اتغدينا والقعده بقى قدام التلفزيون وكده فبيتكتب بسرعه، فهرتبه كده على السريع عشان الدنيا تبقى رايقه. ابدا بقى اكنسها. الازاز والسلك لما مسحتهم كده حاسه ان
فيه نور كده، فاهمين؟ النظافه حلوه برضه، يعني الازاز بيلمع كده وبيبرق وتحس ان هو مدخل الاضاءه حلوه قوي. بعد كده لما بينوي ان هو يتنشط ويتحمس ويقوم بينجز حاجات كتير. يعني انا من ساعه ما قمت كده يا دوب شربت القهوه اللي شربتها الصبح دي ساعه ما شاركتها معاكم وفطرت وبدات شغل على طول. وفي كام حاجه برضو عملتها كده بس ما شاركتهاش معاكم بحيث ان الفيديو بس ما يبقاش وقته طويل، فانجزت برضو شويه شغل حلوين. ولسه اليوم طبعا مكمل كده. انا بقى اوقات بشغل المكنسه كده، يعني كنت مشغله المكنسه من اول امبارح، مش امبارح، كنت بقول لكم امبارح، اول امبارح مسحت الارضيه بالشرشوبه. المره دي بقى اكنس كده وخلاص مش همسح، واعدي مثلا يوم والتنظيفه الجايه اقوم مسحه بالشرشوبه ومشغله المكنسه مره كده ومره كده، فاهمين؟ طبعا الركن عشان ايه المكان اللي الواحد بيقعد فيه على طول، اغلب اكلنا فيه، قعدتنا فيه قدام التلفزيون كده، فبيتهلك بسرعه. طالعين داخلين من الباب ده اكتر من الباب الرئيسي. اخر حاجه بقى اعملها لما كده الازاز بس كده خلاص نكون خلصنا الركنه وترتيبها. وبس كده يا حلوين، اقفل معاكم الفيديو لحد هنا لان انا بادئه من امبارح، فمش عايزه الفيديو يبقى طويل عليكم كده، عايزاه يبقى خفيف. فيا رب الفيديو ده يكون عجبكم واستمتعتوا بيه وتحمستوا كده وتشجعتوا. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لايكات كتير عليه، واللي بيتفرج عليا لاول مره ما تنساش يعمل اشتراك للقناه ويفعل زرار الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديده. اشوفكم ان شاء الله على خير. باي.